مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا النهاردة في مساء الفن، والجزء الثاني من حلقتنا النهاردة هنقضيه مع الأستاذة الدكتورة إيمان عبد المنعم. بنرحب بيها في البداية. أهلا بحضرتك يا دكتورة إيمان، منورانا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، انا اتشرفت اني معاكي النهارده. الله يخليكي. طبعا انا بس عايزه اعرف التايتل بقى مظبوط. استاذ دكتور اعلام في كليه الاعلام، مدرس اعلام في جامعه إعلام. سينا، كليه اعلام جامعه سينا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. طيب خلينا نبتدي حوارنا عن احنا بعد العيد طبعا، وكل الناس بعد العيد بتبتدي زي ما بنقول دايما يسالوا عن ايه رايكم اللي شفناه في رمضان ده كان ايه، طب مين اللي شاف ايه المسلسلات اللي عجبتنا وهكذا. مظبوط، بعد العيد دايما بتحصل عمليه التقييم والفلتره لمسلسلات رمضان. لان في الشهر الكريم ده انت بالطبع مش بتبقي اتفرجتي على كل المسلسلات اللي موجوده، فتبتدي تنقلي خبراتك بقى. انا شفت المسلسل اللي اسمه رسالة الامام، ايه رأيك فيه؟ كان عامل ازاي؟ بالظبط. طب انا ما شفتوش ده، انا شفت مسلسل تاني كان اسمه حرب، او تحت الوصاية، او الهرشة السبعة، ايا كان المسلسل اسمه ايه. بنبتدي بقى نتبادل الآراء حوالين مزبوط. المسلسلات دي ونعمل توصيات او ترشيح. أيوة. يعني اتفرجي على المسلسل ده حلو قوي، هيعجبك. صحيح. اتفرجي، وعارفين اذواق بعض، فده الطبيعي اللي بيحصل بعد رمضان. طب ايه رايك بقى احنا نسال السؤال ده لحضرتك؟ اتفضلي. طبعا بقى يعني اكيد طبعا ما بنقدرش نتابع كل المسلسلات، ولكن في كام مسلسل بنبقى خلاص اول اسبوع بنبقى حيرانين شويه، بعد كده نبتدي نركز بقى روتيشن كده عامه على كل الحلقات. ويمكن اللي ساعدنا في الوقت الحالي فكرة وجود المنصات. يعني كان الأول أنت مرتبطة بميعاد عرض المسلسل، لو أنت ما اتفرجتيش عليه ففاتتك الحلقة هتضطري تستنيها في الإعادة، وممكن يبقى في الإعادة أنت بتتفرجي على مسلسل تاني. لكن المنصات الموجودة دلوقتي بقت تخليكي في 3-4 ساعات تجمعي كل الحلقات 7-8 مسلسلات مع بعض تقعدي تتفرجي عليهم. ده حقيقي. رمضان ده احنا كنا محظوظين الحقيقة بإنتاج الشركة المتحدة وكم التنوع الهائل اللي اتعمل. يمكن الشركة المتحدة أنتجت حوالي 16 أو 17 مسلسل ما بين ال 30 حلقة وال 15 حلقة، وتنوع غير طبيعي. يعني فكرة استعادة المسلسلات التاريخية والدينية زي رسالة الإمام اللي احنا كنا افتقدناه من وقت إمام الدعاء وغيرها من المسلسلات الدينية، رجعت تاني للسطح. فكرة التجديد في المسلسلات ال 15 حلقة دي برضو كانت حاجة لطيفة جدا، علشان عملية المط والإطالة اللي كانت بتخلي الجمهور يمل. كنا محظوظين، اتلخبطنا شوية كتير علشان نتفرج على ايه. مظبوط. لو بتسأليني عن المستوى الشخصي اتفرجت على ايه، انا عايزة اعرف في البداية. فأنا رسالة الإمام شدتني جدا، باعتبار ان احنا بنرجع تاني ننتج مسلسلات تاريخية ودينية. ويمكن أنا شفت إن الرسالة وقتها مش في إن أنا برجعك للماضي، قد ما أنا عايزة أربط الرسائل بتاعة الإمام بالحاضر، وبفكرة عملية تطوير أو تنقيح التراث الديني الموجود، وإن أنا أقول رسائل حياتية في عصر الإمام. عشان كده اتقال كتير إنه تسمى رسالة الإمام مش حياة الإمام. يعني ما كانش بيكلمني عن حياته قد ما كان بيكلمني عن الرسائل اللي نقدر نتعايش بيها. فده كان من أول المسلسلات اللي تابعتها. طيب خلينا نركز في رسالة الإمام الأول، بما إن ده من المسلسلات اللي حضرتك تابعتيها على كلها، صح؟ يعني تابعتي المسلسل من أوله لآخره. طيب خلينا نتكلم عن بطل العمل، طبعا فنان النجم خالد النبوي. ايه رأيك في تجسيده لشخصية زي كده؟ يعني واحنا عارفين طبعا ان هو نجم كبير، وبالتأكيد له طلة مختلفة. يعني حالة حالة لدرجة انك بتتفرجي على العمل كله، الاداء لكل الممثلين كان هايل، لكن انت طول الوقت مركزة مع البطل. فكرة ان انت شايفة المسلسل مرتبط باسم النجم. يعني انا هتفرج على مسلسل خالد النبوي، هي دي الفكرة. زي ما كنا بنقول زمان على نجوم كبار وليهم اسمهم، ما بتبقيش فاكرة اسم المسلسل قد ما انتي مرتبطة باسم النجم، لانه عمل حالة كبيرة قوي. كم الرسائل اللي اتقالت في السماحة والتسامح والتعايش الطبيعي بين الأنسنة.
الانسانيه اكتر منها. يعني كان بيرجعني شويه لبرنامج الدين المعامله في كل رساله بتتقال داخل المسلسل. عمل حاله لطيفه جدا. ويمكن انا فوجئت بالجدل الفظيع اللي اتعمل على السوشيال ميديا عن المسلسل باعتبار بقى الناس اللي داخله تقول لك لا ايه ده، الرساله دي او الجمله دي مش الامام هو اللي قالها، دي مش عارفه مين اللي قالها، الشعر ده شاعر حديث هو اللي قال الكلام ده. فحتى انا شفت ان حاله الجدل دي نجاح، ان الناس تبتدي تعمل عقلها وتبتدي تدخل تشوف وتبتدي تدخل تدور. ده في حد ذاته نجاح. كمان الناس كانت خالطه شويه بين فكره العمل التاريخي والديني والعمل الوثائقي. يعني انا مش بقدم عمل وثائقي علشان اتكلم عن كل تفصيله لازم العمل التاريخي او الديني، انا بقدم مسلسل مش جزء وثائقي. فبالتالي بقى في مساحه لخيال الكاتب او السيناريست، لازم يعمل الميلودراما، الحبكه الدراميه بتاعته، عنده مساحه من الخيال، عنده مساحه يتحرك فيها. صحيح. مش بتكلم على مسلسل وثائقي او فيلم او حلقه وثائقيه زي ما شفنا الحلقه الاخيره لمسلسل الكتيبه 101، حلقه وثائقيه خلاص جايبه لك احداث وتفاصيل مش ممكن تشكك فيها بالادله والبراهين زي ما بيقولوا، او بروايات اشخاص عصروا الحاله دي. ففي فرق كبير ما بين ان انا بعمل عمل تاريخي، عمل ديني عندي مساحه ان اتحرك فيها علشان اقدر اجذب المشاهد. طبعا الوثائقي ليه فئه محدده بتتفرج عليه، صحيح، مش قطاع صحيح. عريض من الجمهور. فدي كانت حاله الجدل اللي اتخلقت على السوشيال ميديا، واللي كانت من ضمن اسباب نجاح المسلسل وتردد اسمه وانه يبقى ترند. طيب تفتكري حلقه يعني معينه كده اكتر رساله عجبتك في الحلقات كلها؟ يعني ايه اكتر حاجه؟ يعني رسائل كتير. كان تركيزه على فكره ان التعلم والعمل للفتاه. تركيزه رسائل كتير كانت بتتقال. فكره الافتراء بالكذب او ان انا اخوض في اعراض الناس، ودي كانت حلقه والاستعانه فيها بالنصوص القرانيه، ان انت اثبت لي الواقعه دي، هات الشهود على الواقعه دي. يعني كانت عمليه تبسيط لكل المفاهيم الدينيه، وعمليه اعاده لترسيخها تاني في العقول، اعاده ان احنا نتكلم بيها تاني ونرجع نفتكرها تاني ونتعامل بيها في حياتنا الطبيعيه. طب دكتوره ايمان، هل اتفرجتي على رساله الامام؟ لان احنا كنا مفتقدين هذه النوعيه من المسلسلات على الشاشه، ولا لمجرد ان النجم مثلا خالد النبوي هو اللي بيقدم العمل ده؟ في رمضان مش من انصار ان انا اتفرج على نجم معين عشان انا بحب النجم ده. انا دايما بشوف ان السيناريو الكويس هو اللي بيشد. يعني لو حضرتك وقفتي شويه عند مسلسل جعفر العمده هتلاقي انه برغم ان الناس كتير جدا مش من انصار الفنان محمد رمضان، او مش بتتابع افلام او مسلسلات الفنان محمد رمضان، ويمكن البعض شايف ان هي نوع من انواع الرقي المجتمعي، ان انا ما بتابعش مسلسلات فنان معين او فنانه معينه. لكن المسلسل مكتوب كويس، قدر يجذب الناس، رغم ان الناس بتقول لك ايه يا جماعه عمل القصه دي كتير قوي، كتير. ده شويه بهارات بس وشويه تغيير. لكن قدر المخرج مع كوكبه من الفنانين وظفهم مظبوط في السيناريو اللي مكتوب، خلق حاله ما بين الجمهور وما بين صناع العمل، لدرجه ان لحد اللحظات الاخيره كانت بتطلع الفنانه هاله صدقي وتقول على الصفحه الرسميه بتاعتها كفايه توقعات، احنا بنغير الحلقه بتاعت المسلسل اكتر من مره بسبب ان انتوا توقعاتكم بتطلع صح. فدي حاله خلقها مش فنان لوحده، ده عمل جماعي، او بالظبط ما نقدرش ننسب نجاحه لنجم لوحده. وخلق حاله من الترابط مع الجمهور. ده خلق حاله يمكن بقالنا كتير ما شفناهاش، فكره التاثير العميق للفن على الشارع المصري. انت بدات تشوفي اعلانات معموله باسماء
الشخصيات اللي موجوده في المسلسل. بداتي تشوفي بنرات ويفط بتبارك وبتهني النجم محمد رمضان على خروجه من ازمه معينه داخل المسلسل. ايوه بداوا يتعايشوا معاه كانه في الحقيقه. التاثير ده يعني بدانا نشوف التاثير القوي. فهي مش فكره نجم قد ما فكره سيناريو خلق حاله. نفس الفكره في تحت الوصايه. لا خلينا الاول في جعفر العمده. خلينا نقول طب ايه يعني، يمكن في ناس في الاول ما كانتش بتتابع المسلسل ورجعت لما لقت الناس بتتكلم عنه بداوا يتابعوه فعلا. ايه اللي شد الجمهور لجعفر العمده تفتكر؟ طيب ممكن اتكلم على الجمهور اللي هو الشباب اللي هم دايما بيستقوا معلوماتهم والتفاصيل بتاعتهم من السوشيال ميديا. مجرد ما اتعمل منشور او بوست واثنين وثلاثه عن المسلسل يدخلوا يبصوا بقى يشوفوا الموضوع يطلع ترند. يعني انا شفت ناس كتير جدا كاتبه ان هي تابعته من الحلقه ال 17 ومن الحلقه ال 15 ومن الحلقه بعد ال10 وبداوا يتفاعلوا معاه. الفكره يمكن ان العمل فيه شويه فانتازيا، فيه شويه خيال زياده، لدرجه ان بعض الزملاء الصحفيين بدأوا يكتبوا عن دور الشرطة في السيدة، وان الكلام اللي في المسلسل دوت لا يمكن يحصل في الطبيعي. والمشاهد وهو بيتفرج عارف ان الكلام ده مش ممكن يحصل. يعني عارف ان فكرة ان حد يتجوز 4 ومقعدهم في نفس البيت صعب قوي. كبير المنطقة أو الشخص اللي بياخد حقه بدراعه وبيتحرك طول الوقت ومش مستني حد يجيب له حقه. حاجات قديمة شوية صح؟ يعني أو حاجات قديمة من عصر بائن. بالظبط، عارف إن ده ما بقاش يحصل دلوقتي. هي قديمة من عصر بائن، بس أنت بقى عندك وعي جماهيري تخليك وانت بتتفرج عارف ان الكلام ده مش هيحصل. يعني لا اكيد منطقه السيده في تحرك امني، في دور لرجال الشرطه، في مش عارفه ايه. ففكره وجود الاسطوره بالشكل ده، بالسيطره دي، بالاحكام العرفيه، بالحاله دي مش هتحصل. خيال. ومع ذلك انت قاعد متابع ومركز ومتفاعل وبتطلع كوميكس وبتكتب نكت وحاجات كده. يعني المشاهدين من الحلقه رقم 4 وهم عارفين، او من الحلقه الاولى كمان وهم عارفين مين ابن محمد رمضان في المسلسل، ومستنيين انهم يلا ها الحلقه الاخيره طب هيحصل ايه. بعد انكشاف ايمان العاصي دلال بداوا بقى طب ايه انت هتعمل ايه في دلال، طب احنا نيجي، طب مش عارفه ايه. يعني في حاله تفاعل. فما بقتش قادره انت تصنفي المسلسل ده اجتماعي ولا المسلسل ده كوميدي ولا المسلسل ده ايه بالظبط. اكشن. لكن بالظبط في حاله كده من اللي هي ممكن شويه تربطنا بالافلام والمسلسلات الهندي. يعني فيها حاله كده من الخيال اللي لمس الناس وخلى الناس مبسوطه بتتفرج عليه. طيب ايه بس رأيك؟ عايزه اقول كمان ان كان في رسائل. اللي هي يعني انا الرساله اللي وقفت قدامها شويه واللي اتمنى انها يتم مناقشتها بشكل اوسع شويه. احمد داش في لقطه من اللقطات صاحبه بيعرض عليه ان هو يستلف منه مبلغ مالي علشان يعمل مشروع وهيكسبوا منه كويس قوي. ايه المشروع اللي هيتعمل؟ صفحات على السوشيال ميديا وهنبتدي ناخد فيديوهات وهنبتدي ناخد حاجات للدوله ونعرضها بشكل منافي او بشكل فيه تحريض. انت ازاي تعمل كده؟ انت كده تبقى جاسوس. بالظبط طبعا. فدي كانت رسائل هنسميها رسائل مستترة او غير مباشرة، بس هتشتغل شوية في عقول الشباب والجيل بتاع دلوقتي طبعا. بالظبط. فدي كانت من ضمن الرسائل اللي موجودة طبعا. زينة ورفضها لحالة التعدد واستغرابها من الحالة الغريبة. فالناس اللي طلعت قالت بقى لا ده بيحط من قيمة المرأة وبيتكلم على المرأة كأنها سلعة طب ما انت عندك نموذج تاني من ال4 دول طلع رفض. فانت بتعمل عملية تعرية لواقع وبعدين تقول يا جماعة والله اللي احنا عملنا له تعرية ده مش صح، مش طبيعي. اللي مش هي دي بالظبط. بدليل ان هو في الاخر خلاص ساب واحده بس. بالظبط. بس قفلها برضو ان هو عايز يرجع لهم تاني. يعني بره اطار المسلسل. بالظبط. يعني بره اطار المسلسل هو في حاله ذكوريه كده بتبقى. طيب ايه راي حضرتك نروح نشوف مشهد من جعفر العمده ونرجع مره ثانيه نكمل حوارنا؟ اتفضلي.
معلم. اي اوامر؟ الله يحفظك. السلام عليكم. وبنرجع مرة تانية ولسه مكملين معاكم ولسه مكملين حوارنا مع دكتورة إيمان عبد المنعم. خلينا نكمل المسلسلات. حابة نتكلم كمان عن تحت الوصاية طبعا للنجمة منى زكي، ومسلسل من أروع المسلسلات رغم أنه 15 حلقة يعني. فإيه رأيك في عمل متكامل بصراحة زي ده؟ هو مسلسل تحت الوصاية شد الجمهور من الحلقات الأولى، وبدأت صحيح. الناس تتكلم على كم دراما كوين اللي موجودة، والعياط والحالة بتاعة الحزن اللي سيطرت عليهم، ومع ذلك هم متابعين. وبعد ما خلص المسلسل بدأوا يتكلموا على القفلة أو النهاية بتاعة المسلسل إنها نهاية مش سعيدة، وبدأ يحصل عملية جدل. أصل لو نهاية سعيدة فخلاص يا جماعة الأم بعد التصرفات اللي هي عملتها ومحاولتها للتحايل على قانون الوصاية والمجلس الحسبي فازت وحققت اللي هي عايزاه، فده يشجع الأمهات على إنها تعمل عملية تحايل على القانون. فالقفلة الغير سعيدة ممكن توصلنا ان احنا نقدر نغير حاجة في المجتمع. بالظبط كده. الحقيقة تغيير للقانون انت ده دايما نفسه. بتقفي عند قوانين هي شوية متحجرة، ما بقتش تناسب الوضع الحالي ومع التطور ومع اللي بيحصل، ومع فكرة ان المرأة بقت معيلة ومسؤولة ويعني عندها كامل القدرة على التحرك وانها تشيل بيت بمسؤوليته بالكامل. وهو ده اللي حصل في ظل كمان دلوقتي. ان مش لازم تبقى منفصلة، مش لازم تبقى أرملة، مش لازم تبقى مطلقة. ده في اوقات كتير الاب مسافر. بالظبط. يعني انا لسه من يومين بشوف بقى بوستات، طب انا عايزه اروح اعمل باسبور لابني، هل لازم والده يبقى موجود؟ فالمسلسل الحقيقه رجعنا لحاله قديمه، وهي رجع يتم استكمالها وان احنا نمشي في نفس الاطار من السنه اللي فاتت مع مسلسل فاتن امل حربي، لما كانت بتتكلم عن نفس الحدوته وفكره الرؤيه والنفقه وكل الحاجات المرتبطه بالمراه بعد الطلاق او في حالات الانفصال. وجي يكمل تحت الوصايه علشان نبقى بنربط الحاله كامله. كويس قوي. مرينا بافلام كتير ومسلسلات كتير غيرت قوانين، اريد حلا وكلمه شرف وغيرها من الافلام. ويمكن في العصر الحديث او اللي احنا بنعيشه في الالفينات طلع عندنا فيلم 678 اللي عمل تفعيل لقانون الوصايه، قانون التحرش. وبدأ يبقى فيه عقوبة على التحرش 3 سنوات. طلع عندنا كمان أتذكر في 2019 مسلسل لمس أكتاف للفنان ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب، وكان بيتكلم على تجارة الأدوية المخدرة. وبدأ يتم الرجوع تاني لقانون المخدرات ويضاف له مواد جديدة علشان المواد المخلقة اللي بتؤدي إلى الإدمان تدخل ضمن التهم أو القانون ده. فطول إذن الوقت الدراما هنا مؤثرة جدا، بتأثر، بتغير قوانين، بتسلط الضوء على حالة معينة لازم الدولة تاخد بالها منها. وبالفعل ده حصل من مسلسلين، يعني عملة نادرة وتحت الوصاية. يمكن عملة نادرة ما خدش نفس القوة أو الشو أو الترند على مواقع التواصل الاجتماعي اللي حققوا تحت الوصاية، لكن بالفعل بدأت النواب تتحرك في مجلس النواب ويتكلموا عن فكرة ضرورة النظر لقانون الوصاية، خصوصا الجزء المتعلق بالوصاية التعليمية، التحركات اللي تقدر المرأة تعملها. يعني فكرة ان انا انقل ابني من المدرسة طبعا لازم موافقة الوالد لو موجود. يعني طب الوالد لو مش موجود الجد، العم. يعني فكرة طب هي الام فين ده؟ يعني هي الام ده هي المفروض اللي بتعمل كل حاجة اصلا. كمان التنسيقية عملت برضو اكتر من جلسة علشان تنظر لموضوع قانون الوصاية والمجلس الحسبي. فاحنا شايفين ان لا، الفن
الموسم الرمضاني ده طرح شويه رسائل كده جميله او مواضيع تتضمن رسائل في صلب المجتمع، يعني مع منادات طبعا بقى الرئيس بضروره النظر للمراه، وان كان عندنا عامل مراه وفتح مجالات، وكمان مسلسل جميله للفنانه ريهام حجاج اللي كان بيتكلم على اختلاط النسب. فده برضو حاله قانونيه محتاجين نقف قدامها. يعني في حالات كتير عرضتها المسلسلات اعتقد ان هيتاخد فيها خطوات جاده وفعليه وتفيد المراه. وطبعا يعني بصراحه فكره ان الام تبقى مش عندها القدره على تسيير امور ولادها ولازم ترجع للجد او للعم بقت حاجه صعبه جدا. مفيش يعني اعتقد فرق الاجيال غير مناسبه للوقت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. يمكن ده كان مناسب قوي لفتره زمان او فتره زمنيه بعيده شويه يعني عن الواقع اللي احنا عايشين فيه، لكن الفتره الاخيره دي خلاص الام هي اللي بتعمل الجد مش مستوعب المصروفات بتاعت فكره النادي، فكره التمرين، فكره الدروس، فكره كل الحاجات دي مع اختلاف الاجيال هنقف قدامها بقى علامات استفهام كتير وعلامات تعجب، ويبقى في حالات تدهور او تاخير للمستوى او الحاله اللي الام كانت ماشيه فيها في تربيه الاولاد. طيب خلينا نروح لمستوى تاني او يعني نوعيه اخرى، وهي برضو بتخص المراه. يمكن زي ما حضرتك قلتي السنه دي في كتير من المواضيع طرحت يعني، ومسلسل ستهم من المسلسلات الجميله. مش عارفه واضح ما شفتوهوش ولا شفتيه؟ لا شفتهم. إيه ويمكن كنا مستنيينه من اول ما البرومو بتاع المسلسل أيوة نزل بدري قوي. وفي لقاء الفنانه روجينا قالت ان ده كان بيتحضر له من قبلها بسنتين. وطلع شويه، وهي قصه حقيقيه كمان يعني بالظبط، دي من الحاجات الجميله شويه يعني. مقالات وكلام عن انها حاجه زي فيتشر او بتحكي قصه حياه الحاجه سيسا، لكن هي قالت انه وهي بتتكلم عن المسلسل ان في حالات كتير قوي كده. طبعا ودي هي حقيقة. نموذج يعني، ودي هو حقيقة ستهم يعني عباره عن نموذج. دي حقيقه. ووقفني جمله اتقالت في المسلسل ان طوب الرجال، يعني الكلمه دي طوب الرجال. لا احنا عندنا ستات كتير قوي في مصر قوي لابسين طوب الرجال في تصرفاتهم وفي مسؤولياتهم، وحتى في وجود الاب وفي وجود العيله بالكامل. هي عندها مسؤوليات كتير، والمراه دلوقتي بقت تشتغل وتسند علشان المستوى الاقتصادي يبقى افضل، علشان تحقق حياه مريحه اكتر. الجزء اللي سلط عليه المسلسل الضوء فكره الحرمان من الورث او الارض، وده منتشر قوي في الصعيد. ومش بس ستهم اللي سلط الضوء على الجزئيه دي، عمله نادره كمان سلط الضوء على الجزئيه دي. ودي ما زالت موجوده حتى الان. يعني الناس بتقول ان في قرى في الصعيد ما زال حتى الان حق المراه في ورث الارض ده مش موجود. يعني ممكن تورث فلوس ما فيش مشكله، ذهب يعني، لكن أرض لا. هم بيعتبروا الارض دي حاجه ما تدخلش ضمن ميراث المراه. فدي كانت من مسلسلات. طيب التفاصيل اللي عملتها بصراحه الفنانه النجمه روجينا بصراحه جميله. يعني هي مثلا تحلق شعرها بجد علشان تطلع واقعيه، ان هي تطلع من غير ميك اب خالص، ان هي تلبس جلباب كده وتحط الطاقيه اللي هي بتاعه اللفه دي او الكلام ده كله، وما همهاش بقى ايه ده شكلها ده راجل، ده ايه ده مش حتى ميك اب. ان هي فقدت حته الجمال الانثوي ده، هي ما فكرتش في كل ده. التجسيد للحاله يعني التجسيد للحاله كامله دي بيخلي فيه مصداقيه، فيه واقعيه. وانا قاعده بتفرج برضو فكره ان انت تخرجي من ان انت شايفاها على الشاشه دي روجينا، ان انت شايفاها على الشاشه دي الحاجه سيسا او ستهم او يعني انت بتدخلي هنا جوه الحكايه نفسها، بتتنقلي لعالم تاني، بتنسي الممثل الموجود. فده بيديكي
واقعيه، فبتتاثري اكتر طبعا صحيح. بالعمل اللي انت بتتفرجي عليه. صحيح. فالنتائج بتاعته بتبقى سريعه اكتر. ده نجوم كتير بقت تعمله الحقيقه. يعني يمكن كان الاول فكره ان النجمه تنزل حمام السباحه وتطلع بفول ميك اب كامل، تصحى من النوم ففول ميك اب كامل. لا، ده ما بقاش موجود دلوقتي. يعني مع وجود السوشيال ميديا، مع وجود الوعي المجتمعي برضو ان ده هيحصل فيه تريقه. ده دلوقتي بقوا يركزوا في الادويه اللي موجوده جنب المريض. يعني يمكن في الكتيبه 101 بدات بعض الصور تنتشر للفنان عمرو يوسف وجنبه ادويه ودواير كده، الدواء ده بتاع مش عارفه ايه، فما ينفعش يبقى موجود جنب مريض في العنايه المركزه. هو الجمهور نفسه بقى تحس ان هو بقى ناقد. يعني الجمهور بقى عنده وعي ونقد غير طبيعي. فلو انا مش هعمل له تجسيد للحاله كامله مش هحقق الهدف، مش هنجح. تمام. طيب احنا معانا مشهد من ستهم يا نهى. طيب ايه رايك نروح مع الساده المشاهدين نشوف مشهد من مسلسل ستهم ونرجع مره ثانيه نكمل حوار. خلص اكلك. دكتور إيمان، خلينا نتكلم بقى عن مسلسلات تخص شوية نقول ايه الأعمال الوطنية. الكتيبة 101 وحرب. هو شوية حرب بيمثل، أنا ما اتفرجتش على حرب بصراحة. هو احنا كان عندنا السنة دي حالة لطيفة جدا، فكرة ان حرب ده يبقى 10 حلقات. فده كان أول مرة في موسم رمضان يبقى عندنا مسلسل 10 حلقات. بقالنا أكتر من سنة بنعمل أعمال وطنية، سواء على مستوى الجيش أو الشرطة. مرينا باكتر من حاجه، كلبش والاختيار وغيرها من الاختيار باجزائه الثلاثه بالظبط. ودي كانت الاعمال الوطنيه اللي عملت حاله من الوعي بالامن القومي والتحديات اللي مصر بتواجهها، والحرب القويه او الشديده اللي عانت منها مصر من بعد 2013، والارهاب والحاله كامله اللي نسبه كبيره قوي من الشباب ما يعرفوش كل تفاصيلها. صحيح. واحنا كمان المشكله عندنا السوشيال ميديا بدات تقلل الاحساس بالانتماء والوطنيه. فادراك المجتمع او الدوله لان انت عندك معدل الانتماء والوطنيه في وسط الشباب او قطاع الشباب بيقل. فانا ابتدي استخدم الرساله الاعلاميه اللي ليها تاثير على المجتمع عشان ابتدي تاني اعمل عمليه وعي، ابتدي تاني اقول لك طب خد بالك احنا بنتعرض لايه، طب ايه التحديات، طب ايه المخاطر، طب احنا واجهنا ايه في سينا، احنا عشان نوصل لسينا اولا او الاحتفال اللي كان بيحصل من يومين اللي هو حفلة الهجن أو سينا أولا في العريش، وإن الكينج محمد منير هو اللي بيحيي الحفلة. عشان نوصل للحالة دي والرخاء ده مرينا بإيه؟ فكان عندنا السنة دي الشقين الحقيقة. يعني الكتيبة 101 كانت بتتكلم على القوات المسلحة والتطهير اللي حصل في سينا، ومدى التوافق أو المساعدات والمساندات من قبائل سينا أو رجال قبائل سينا للقوات المسلحة عشان عملية تطهير الأرض واسترجاع تاني سينا والقضاء على الإرهاب في العملية الشاملة وما تلاها. وجينا على الشق الثاني حرب اللي كان بيقدمه الفنان أحمد السقا ومحمد فراج، بيتكلم على قطاع الأمن الوطني وإزاي كان بيتصدى للعمليات الإرهابية داخل القاهرة أو مختلف المحافظات، ومحاولة القبض على العناصر الإرهابية ومتابعة طول الوقت للناس اللي بتحاول تعمل بلبلة أو قنابل أو إلى آخره من الكلام ده. فده كان استكمال، ما هواش جديد علينا في الموسم الرمضاني ده، لكن كان استكمال لسلسلة بدأها الإنتاج في موسم رمضان من سنين فاتت، استكمال لده علشان نكمل حالة الوعي المجتمعي. صحيح. علشان نزود الانتماء والوطنية، علشان يبتدي الشباب اللي موجود في الجامعات يبقى عارف حجم التضحيات اللي بتقدمها القوات في الشقين
علشان الحفاظ على امن واستقرار الدوله، خصوصا بقى طبعا مع كم الرسائل التحريضيه والاستفزازيه اللي بتطلع على السوشيال ميديا واللي كلنا بنقراها. فكره طب انت داخل الكليه فانت عارف ايه هيحصل لك، وعارف هتواجه ايه، وعارف ايه اللي ممكن تتعرض له، والكلام ده قبل ما تدخلها. حقيقي هو داخل الكليه وعارف ايه اللي ممكن يتعرض له، لكن هو داخلها مشروع بطل. مشروع بطل لحمايتك. فكان رد على الكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا، ومحاولة لاستعادة واسترجاع الانتماء والوطنية والإحساس بقوة الدولة وتحركاتها ومؤسساتها الأمنية بتعمل إيه على أرض الواقع. وكان بمثابة الحلقات الوثائقية اللي بتتعرض في أواخر المسلسلات الوطنية بتبقى بمثابة رد واضح وصريح طبعا على الجهات التحريضية والقنوات المعادية اللي بتنشر كلام لا علاقة ليه بالواقع وملوش أي أساس من الصحة. تمام بالظبط. طيب تعالي نتكلم شوية عن الأعمال الكوميدية، لأن احنا يمكن في رمضان بنحب ناخد جرعة كده كوميدي شوية، بنحب نريح دماغنا كده شوية برضو، ويبقى فيه نوع من أنواع الابتسامة الجميلة يعني من خلال الأعمال الكوميدية الحلوة. ايه الأعمال الكوميدية السنة دي اللي حسيتي فعلا إنها أعمال بجد تتشاف بشكل جيد؟ كنا برضو محظوظين بأكتر من عمل كوميدي، يعني يمكن عندنا الكبير الجزء السابع، عندنا الوصاية الفنان أحمد أمين، كشف مستعجل، وجات سليمة اللي اتعرض في النص الثاني السفارة. أمين السفارة مش الوصاية. السفارة للفنان أحمد أمين. السفارة اتعرض أول 15 يوم في رمضان، وكان كوميدي ولطيف جدا. ويمكن الناس ركزت زي على الفنان طه دسوقي زي ما ركزت على الفنان احمد امين، وقالوا الاثنين عملوا ديو عظيم وضحك غير طبيعي، الى جانب الرساله الاساسيه بتاعه المسلسل. يمكن انا شفت في وسط الكوميديا والضحك والمتابعه المستمره للمسلسل في رساله اساسيه، ممكن نقول اجتماعيه دينيه بتتنقل بشكل كوميدي والله لطيف علشان تترسخ برضو الرضا. ايوه لان هو فعلا كل ما معاك سفاره بتنقلك طول الوقت عشان تغير حياتك، فترجع فما تعجبكش، صحيح، فترجع فما تعجبكش لحد في الاخر ما تلاقي الله الحياه بيرفكت، كلها تمام، كل حاجه انا عايزها مظبوطه، فتلاقي بقى طلع لك حاجه هتبوظ كل لان طبيعي ان ده مش حقيقي يعني. طبعا الاختيار هو المسار اللي ربنا من الاول واللي ربنا حطك فيه وبتاع، فهي رساله مظبوط ضمنيه طلعت من اكتر من حلقه ومن اكتر من حاله اتحط فيها مسلسل السفاره. بالحاله اللي كان بيعملها كل حلقه بكم الكوميديا، هو هايل بصراحه، باكتشاف طه دسوقي في التنوع اللي حصل. الفنانه دنيا سمير غانم كعادتها اللطيفه الخفيفه الفوازير. في جات سليمه حسيت شويه ان هو اقرب لاعمال ديزني، هو زي شبه الفوازير شويه، لحياه كده كلها خيال في خيال. مجموعه كتب، مش عارفه انا فجاه بقيت في مدينه تانية، ايه ده، انا رجعت لعصر الامراء، انا حاله لطيفه برضو. حققت مشاهده كويسه، والوقت كان ترفيه، يعني المسلسل ترفيه خفيف لذيذ بالظبط. الكبير، هل الكبير السنه دي شايفاه ان هو نفس مستوى الاجزاء اللي فاتت؟ كعادته كويس، نفس المستوى، بس يعني عارفه انت بداتي تدخلي في اطار المط والتطويل، وما بقاش فيه سيناريو مكتوب بشكل قوي، افيهات قويه يعني. فاللي شالت الحدوته كلها الفنانه رحمه احمد الحقيقه، في انها تعرضت لموجه نقد قوي السنه دي، ومش عارفه ليه بصراحه. من اول المسلسل، يعني من اول حلقتين ثلاثه. ايه السبب تفتكري؟ يعني انا شايفاها ان هي زي السنه اللي فاتت، هي نفس اللي عملته السنه اللي فاتت، نفس عملته السنه دي. ايه المشكله بقى؟ الافيهات اللي بتترمي، الكلام اللي بيتقال علشان نعمل مشاهد مضحكه او نجذب الجمهور او نعمل حاله ترفيه، هو السيناريو
مش الفنانه. بالظبط. دنيا سمير غانم السيناريو بقى عندها مهاره انها تقول افيهات بشكل تلقائي لطيف جدا، تمر وتضحكي يعني السيناريو هو اللي من بيحدد. بالظبط صحيح. من المقومات الاساسيه لنجاح العمل. جميل. دكتورة إيمان، سعدنا جدا بلقاء حضرتك معانا النهارده وبنقدك البناء الجميل للمسلسلات اللي شفناها او المائدة الجميلة اللي شفناها طبعا في شهر رمضان الكريم. على وعد بلقاءات تانية ان شاء الله مع حضرتك. اتشرفت بيكي يا استاذ سماح جدا، وان شاء الله نتقابل تاني في لقاءات مستمرة ان شاء الله. شكرا ليكي وشكرا لكل مشاهدينا. انتظرونا بكره ان شاء الله مع كاست عمل جديد في مساء الفن، وانا باذن الله تعالى هكون معاكم بكره ان شاء الله في حلقة جديدة. شكرا، الى اللقاء، تصبحوا على خير.